بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما إن شاء الله. شوية مشتريات النهاردة حبيت أعرضها لكم. وبحب كده قبل ما أبدأ الفيديو أشكر حبيبة قلبي مدام إيمان عز، ربنا يبارك لي فيها يا رب. هي اللي قالت لي في التعليقات في عرض فرانين على طقم عشاء، فالحقيقة دي انا جبته. والله انا سمعت كلامها كده ورحت شفته ولقيته يعني حاجة معقولة وكده فجبته. ربنا يبارك لي فيكي، وبحب اشكرك من هنا، وبشكر كل متابعيني وحبايبي اللي بيدلوني على اي حاجة. احنا هنا ان شاء الله يعني مش ان انا وحدي، كمان ان انا ساعد، احنا نساعد بعض. ربنا يخليكي ويبارك فيكي، وبحب اشكرك جدا جدا من الفيديو ده. اول حاجه كده زي ما انا وريتكم كده، انا طبعا دخلة رمضان انت بتحوش يعني. في دخلة رمضان احنا دايما بندور على ان احنا نجيب اي حاجه جديده او اي حاجه. انا ناقصاني، انا بالنسبه لي مش عشان اي حاجه جديده، انا مثلا بشوف كده عندي في الحاجات، يعني هل ناقصني اطباق شرب، اطباق هتناقصني، مجات شوربه هتناقصني، معالق. فالحاجات اللي بتبقى ناقصاني دايما انا بحب ايه اجيبها، مش ان انا اجيبه وخلاص والله يعني. فبلاقي الحاجات اللي ناقصه فالحمد لله بجيبها. يعني مثلا عندي مثلا ايه، يعني اللي هي المجات دي او بولات الشوربه. انا عندي برضو بولات صغيره، بس ايه قلت لقيت دول قدامي برضو عشان يبقى في دخلة رمضان وكده، او في رمضان يعني ميبقاش حاجه ناقصه. فجبت الستة دول، كان كل 3 في كرتونه زي ما انتم شايفين. كان الواحد ب65 جنيه او ب70 جنيه. انا كنت جايباه قبل كده البنوتي في الجهاز بتاعها وبشيله خلاص على كده. كنت جايباه ب55 جنيه، فالحاجة يعني زادت شوية. برضو جبت اللي هي برضو اللي هو الست اطباق دول. جبت الطبق كان بواحد، اللي كان الطبق ب20 جنيه. انا كنت جايبه قبل كده والله طقم عشاء كامل من الشكل ده. فابني هو بيشيل الكرتونه، بيشيل لي الكرتونه كده، والله راح منزلهم كلهم ما خلاش فيهم حاجه. فكل ما بلاقي يعني حاجة، يعني خدت اللي باقي وقلت خلاص، يعني دول لقيتهم حلوين كده، وانا بحب الحاجة الصغننة عشان اغرب فيها لكل واحد وكده. فلقيتهم كده الواحد كان فرد يعني الواحد ب20 جنيه، فجبت 6. ده بقى زي الحاجات اللي هي الأساسية، اللي هو اللي أنا بقول لكم عليها من البداية، اللي هو طقم العشاء ده. زي ما قلت لكم مدام إيمان قالت لي ده فيه طقم عشاء في الفرانين. أنا جبته هتيف. أنا رحت الحمد لله ولقيته وجبته. حلو، شكلا حلو. هو عبارة عن 6 و6 و6، 6 غريف و6 مسطح صغير و6 مسطح كبير زي ما انتم شايفين كده. فعجبني وعجبني شكله فجبته. هو الأمانة كده زي ما أنا هوريكم دلوقتي. هو البولة اللي هو بولة الغريف دي أو الطبق الغريف ده حلو، بس تقيل. تحس ان هو الخامة بتاعته تقيلة. يعني هو زي ما انتم شايفين كده لوتس فتحي محمود حلو، بس للأسف زي ما بقول لكم الخامة تقيلة. اخف واحد فيهم اللي انا هوريه لكم دلوقتي، اللي هو الايه، اللي هو الغريف، اللي هو المسطح الصغير. زي ما انتم شايفين كده هوريه لكم 3 و3. الغريف الصغير خفيف، لكن لا، معلش، المسطح الصغير خفيف. المسطح الكبير تقيل تقيل، يعني تقيل تقيل، مش عشان ان هو حجمه يعني اكبر، لا، بس تحس ان هو تقيل. برضو اللي هي اطباق الغريف دي برضو تحس ان هي تقيلة تقيلة. هو كان فيه هناك واحنا بنشتري يا جماعة، كان فيه نفس الشكل ونفس العدد ونفس الكرتونة ونفس كله. بس ده كان ب1000 جنيه وده كان ب700 جنيه. كله كان بيسأل ليه يا جماعة ده ب1000 جنيه ولا ده وده ليه ب700 جنيه. انا اللي اعرفه ان هي بتبقى متهيألي البورسلين بتبقى خامات يا جماعه، يعني بتبقى في حاجات اخف او درجات، يعني بتبقى في درجات من البورسلين. فهو متهيألي كده ان هو كان درجات، يعني اللي هو ابو 1000 جنيه ده كان يعني درجه اخف. انتوا عارفين البورسلين بيبقى لازم يبقى خفيف. فهي ظهر كان منه درجات، اللي هو كان الدرجه اللي احنا خدناها دي، وكان في درجه تانية. عشان كله كان بيروح يجيب الكرتونه عاوز ياخدها، يقولوا لا ده بيبقى 1000 جنيه يا جماعه، ما هو نفس الشكل. فانا بحس ان هي بتبقى درجات. فهو حلو قوي برضو. قولوا لي اخده ليا انا ولا خليه البنوتي. انا محتاجاه برضو يعني، بس يعني قلت يعني لما لقيته كده تقيل وكده فقلت ممكن اخده ليا انا في البيت. قولوا لي رايكم، اخده ولا اخليه لها ولا ايه؟ عشان هو حسيت ان هو ايه، يعني تقيل شويه. زي ما وريتكم كده، هو يعني ايه، هو 18 قطعه، حلو قوي. برضو عجبني ليا انا، ممكن اطمعنا فيه ليا انا بقى ان شاء الله كده ايه، اشوف باذن الله. ده يا جماعه انا بوريكم هنا الخوفيه، يعني
الخامة عاملة ازاي، او ده خفيف وده تقيل. بس هو كشكل حلو قوي قوي. هو ده كده يا جماعة شوية المشتريات اللي اشتريتهم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفاعلكم على القناة قل جدا جدا جدا. بتمنى ان انتوا تتفاعلوا معايا عشان اقدم لكم فيديوهات اكتر، عشان القناة تكبر ان شاء الله كده. ويبقى لما بلاقيش تفاعل والله ببقى متضايقة، يعني مش بحب ان انا اعمل فيديوهات كتير. فعايزة تفاعلكم على القناة ولايكاتكم الكتيرة. وما تنسونيش بقى زي ما قلت لكم كده، لايكات كتير 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 للفيديو. واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف الف سلامة، مع السلامة.